فاكر كنا عاملين ازاي في رمضان؟ فاكر اخر 10 ايام بتوع رمضان؟ فاكر الصيام والصلاة والقيام؟ فاكر الهمة اللي كنت فيها؟ ياه ايام، صح. الواحد والله نفسه يرجع تاني للوقت ده. طب لو قلتلك انك تقدر تاخد نفس ثواب الايام دي ويمكن اكتر كمان. احنا دلوقتي في اول 10 ايام من ذي الحجة. عارف يعني ايه؟ يعني موسم. والله موسم. التاجر الذكي بيبقى طول السنة بينش ويجي على الموسم ويجتهد ويجيب بضاعة ويفتح 24 ساعة، لانه لو مش عمل كده يبقى عبيط. والله لانه مين عاقل يسيب شغله وارباح الموسم تروح من ايده. وكذلك احنا دلوقتي في موسم العبادة. احنا دلوقتي في المحطة الاخيرة اللي بعدها مش هيجي موسم نعرف نعوض فيه غير بعد 10 شهور. لازم تكون فاهم ان موسم العبادة هو الكامب اللي بعده تطلع مستعد تواجه الحياة صح، تطلع منه ببوصلة متوجهة صح. موسم العبادة هو المعسكر اللي بنطلع منه بإيمان أقوى وقرب من الجنة أكتر. في الموسم الربح بيكون مضاعف، وكذلك عندنا الثواب بيكون مضاعف. ابن عباس رضي الله عنه بيقول إن الحسنة تصل ل 700 ضعف، خصوصا في الأيام دي صفقة العمر. والله العظيم ربنا ذكر رمضان في القرآن مرة واحدة، لكن ذكر الأيام العشر من ذي الحجة 4 مرات. متخيل أهميتهم عاملة إزاي؟ لو ضاع منك الموسم اللي فات فدي فرصتك، لو ضاعت منك ليلة القدر فعندك يوم عرفة، يوم بيكفر سنة قبله وسنة بعده. والله يا ابني ده عرض مغري بشكل. لو في رمضان بيعتق رقاب ففي الايام دي بيعتق رقاب اكتر. فاهم يعني تبقى من اهل الجنه وماشي على الارض؟ مش اسمع منك اصل الجو حر، اصل الشغل كتير والهري ده. انت هنا عشان تعبد ربنا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مش عشان رزق والكلام ده. بالله عليك انت معاك تمن الجنه؟ طب معاك نصه حتى؟ بالله عليك في راجل يهدى له باله وهو مش معاه تمن الجنه؟ الدنيا هي فرصتنا الوحيده عشان نحصل تمن الجنه. لو راحت منك فراح كل حاجه. دقت ساعه الصفر وجات الفرصه الذهبيه. الشاطر اللي بيجي في الاخر ويدوس جامد، واحنا اهو في اخر محطه. طب نعمل ايه؟ تلتزم الذكر وتخلي لسانك شغال ليل نهار، تتوب من كل ذنب خصوصا في الايام دي. لسانك مش يبطل استغفار، الدعاء، ودي من افضل العبادات. تحافظ على السنن الرواتب بتاعتك. القران ما ينفعش يتساب الايام دي. نحافظ على قيام الليل وتدعي كتير قوي. تخيل ان ربنا بيقول في الايام العاديه هل من سائل فاعطيه، ما بالك في الايام دي؟ وطبعا الصيام ده شيء مفروغ منه. الصائم له جنه خاصه. الصيام بيشفع لصاحبه في القبر ويوم القيامه. واياك تضيع يوم عرفه، يوم ب10,000 يوم. وطبعا ما تنساش تامن على الصفقه بتاعتك، وان كل واحد هيشتغل الايام دي بسببك فهيكون في ميزانك. فطبعا زي الشاطر كده تبعت الفيديو ده لكل اللي تعرفه عشان تامن على الصفقه صح. سلام.